صواب لا يحتمل الخطأ. هذا خلل، هذا خلل. أن يتصور كل واحد فينا أن رأيه وأن قوله صواب لا يحتمل الخطأ، هذا كلام لا يقول به عاقل فضلا عن عالم. وإنما قول صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. وربما من التواضع أن يقول القائل قولي خطأ يحتمل الصواب، لا أن يقول قولي صواب لا يحتمل الخطأ. هذا كبر وعجرفة لا أساس لها، لا في الدين ولا في الشرع ولا في العقل ولا على أرض الواقع. فأنا أحترم، وأنا قرأت يعني كتابات كثيرة جدا في التعديلات الدستورية، وقرأت الأقوال المعارضة والأقوال المؤيدة، واجتهدت أنا بقراءة النصوص المعدلة مع قراءة النصوص الأصلية، واستشرت أيضا كثيرا من إخواني من أهل العلم، كثيرا من إخواني من أهل العلم، يعني حتى أطمئن شريحة كبيرة أن قولة نعم ليست قولتي أنا وحدي، إنما خذوا فقط يعني شريحة من مشايخكم وعلمائكم الذين يقولون نعم للتعديلات الدستورية. وقد تحدثت مع بعضهم بفضل الله تبارك وتعالى، وحدثت الآخرين فنقلوا لي قول يعني مشايخنا ممن تمكن من مهاتفتهم والحديث معهم بفضل الله تبارك وتعالى. يقول نعم لهذه التعديلات كثير من إخواننا من هؤلاء الأفاضل بفضل الله تبارك وتعالى، أخونا الشيخ مصطفى العدوي، الدكتور محمد إسماعيل مقدم، الدكتور ياسر برهامي، الدكتور محمد عبد المقصود، الدكتور أحمد فريد، الدكتور أحمد حطيبة، الدكتور محمد عبد السلام. يعني قال عدد كبير حقيقة لا يسعفني الآن، لكن بفضل الله أردت أن أطمئن وأن أشارك إخواننا ومشايخنا الأفاضل في الطرح حتى لا أنفرد بطرحي وربما أكون مخطئا فيه وأسيء لإخواني. فهذا هؤلاء نخبة مميزة من مشايخنا الأفاضل الأجلاء الأكارم، يعني يقولون نعم لهذه التعديلات من باب تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. أقول تاني، إخواننا الأفاضل من علمائنا الأجلاء ومشايخنا الأكارم الذين قالوا نعم، وأنا أقول معهم أيضا نعم لهذه التعديلات، قالوا ذلك من منطلق تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. يعني مش هو ده الأنسب أو الأكمل أو الأفضل، لا. اسمحوا لي أن أعلق تعليقا سريعا في دقائق معدودات بس عشان ما توهكوش. أولا، أنا ببدأ الحديث عن التعديلات الدستورية بشكر خاص جدا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وسدادا، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص، وأن يرزقنا وإياهم العون والمدد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أنا الحقيقة كلمات المجلس الأعلى كلمات مختصرة، بيقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهيب بأبناء الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها. كلمة جميلة قوي، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها. هذا يؤكد أن المجلس الأعلى لا يفرض على الشعب ولا يملي على الشعب اتجاها معينا أو قولا معينا، لا يفرض، هو بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها. هذا كلام جميل، مع تحفظنا بقى على لفظة الديمقراطية، ويمكن كتير من الناس هيزعل، إنما إذا كان لا مشاحة في الاصطلاحات، إذا كان المادة الثانية من مواد الدستور بتقول الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، هذه إضافة أنا ما استفدتها إلا بالأمس وأنا أقرأ مواد الدستور المصري القديم. هذه المعلومة ما ذكرت قبل ذلك قط، ما ذكرت قط. وحينما رجعت إلى مواد الدستور الأصلي وقرأتها مادة 211 مادة، 211 مادة قرأتها مادة كلمة، فوجئت بهذه الكلمة الجميلة والجملة الجميلة في المادة الثانية من مواد الدستور، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. هذه كلمة جميلة وكلمة مهمة جدا. المهم يعني إذا كان الإسلام هو الدين الرسمي والشريعة المصدر الرئيسي للتشريع،
فالشعب هو اللي يحكم نفسه بنفسه بمقتضى الإسلام وشرعه، فهذا أمر جميل، وسموها زي ما تسموه، لا مشاحة في الاصطلاحات، عشان نخلص بقى من مسألة الدولة الدينية والثيوقراطية والمدنية. خلاص خلينا الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، والشعب يحكم نفسه بنفسه بهذه الأحكام الشرعية والدينية، فهذا على العين والرأس، وسمها زي ما تسميه. ماشي. أنا الأول بس عاوز أحيي المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحرصه الواضح جدا على ألا يبقى في الحكم، وأن يسلم هذه الأمانة كما وعد من أول يوم لحكومة منتخبة ينتخبها الشعب. فأنا أحييه وأدعو الله عز وجل لهم جميعا بمزيد من التوفيق والتسديد والأمانة والصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلي بال حضرتك، كنت أريد قبل ما أقول كنت مش عاوز أقول أتمنى، لأن التمني قد يكون للمستحيلات في اللغة عند يعني كثير من فقهاء اللغة. كنت أريد أن يتغير الدستور تغييرا كاملا، كنت أريد ذلك. نعم، كنت أريد ذلك، أن يتغير الدستور تغييرا كاملا يحافظ هذا التغيير على المادة الثانية من مواد الدستور. وأنا بقول إن في أي تعديل قادم لن يسمح المسلمون ولا الجيش ولا العلماء ولا رجال الأزهر ولا رجال الأوقاف ولا شبابنا ولا نساؤنا ولا بناتنا ولا أولادنا لن يسمحوا أبدا أبدا في أي تعديل قادم بالمساس بالمادة الثانية من مواد الدستور. الإسلام ديننا ودونه الرقاب، دونه الرقاب. لا يمكن على الإطلاق في ظل النظام الماضي أن تبقى الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع حتى ولو لم تفعل، وفي ظل الحرية تحذف هذه المادة من مواد الدستور، دونها الرقاب. هذا كلام واضح جدا، دونها الرقاب. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ علينا ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنت أتمنى أو أود أرجو وأريد أن يتغير الدستور بناء على ما يريده الشعب ويريده شبابنا وتريده جماهيرنا، وأن يتولى خبراء القانون وفقهاء الدستور صياغة هذه الطلبات. وأنا ذكرت ذلك في أول لقاء، صياغة هذه الطلبات والرغبات والأهداف صياغة قانونية دستورية تتفق مع المادة الثانية من مواد الدستور. كنت أرجو ذلك. طيب، نحن ندين لله، وأنا بقولها بصوت عالي جدا وبدون لف ولا دوران، لأن الإسلاميين إن دخلوا في معترك السياسة فهم سيدخلوا السياسة بوجه جديد وبلون جديد، بالسياسة الشرعية المدعمة بالقرآن والسنة. أما السياسة التي تجيد الروغان، التي تجيد روغان الثعالب، والتي تجيد اللف والدوران، والتي تتحدث عن التملق والمداهنة والنفاق على أنها براعة سياسية، فالإسلاميون لا يجيدون هذا، وهذا مرفوض تماما. ومن هذا المنطلق أقول ندين لله عز وجل بأن الإصلاح الحقيقي والفلاح الدائم في الدنيا والآخرة لا يكون إلا في ظلال شرع الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ندين لله وسنظل ندين لله تبارك وتعالى بذلك. شرع الله يا سادة هو شرع من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شرع يتهم الظلم، شرع يرد الظلم، شرع يأمر بالعدل، شرع يأمر بالرحمة بالمساواة، يرسي دعائم الحق، شرع يتسم بالربانية، شرع يتسم بالتكامل والشمول للدين والدنيا، للروح والبدن، للدنيا والآخرة، شرع يتسم بالتميز والتوازن والاعتدال، شرع يتسم بإسعاد أتباعه في الدنيا والآخرة. ولا ينبغي على الإطلاق أن نتهم الشرع لأنه لم يسعد أهله
في الدنيا كما تقول الآن. انظروا إلى هذا الشرع حينما طبق لسنوات قليلة، حين طبق لسنوات قليلة جدا، والله كان المنادي يخرج لينادي في المسلمين اللي عليه دين سداد دين من بيت مال المسلمين، اللي عاوز يتزوج من الشباب زواجه من بيت مال المسلمين، اللي عاوز يذهب للحج حجه من بيت مال المسلمين. هذا وقع، أنا لا أنظر، هذا وقع على الأرض فعلا، هذا واقع تاريخي، واقع فعلا. المهم، كنت أريد تحجيما واضحا لصلاحيات رئيس الجمهورية، وأن تكون الأمة مراقبة له، ممثلة في برلمانها أو مجلسها المنتخب بحرية ونزاهة وأمانة بلا بلطجة أو تزوير أو فساد أو تضليل، حتى لا يكون الحاكم أيا كان، حتى لا يكون صاحب حكم مطلق. فنحن من يصنع الآلهة، فاستخف قومه فأطاعوه، نحن الذين نصنع الآلهة. قد يكون الرجل متواضعا، وقد يأتي الرجل متواضعا، لكن يبقى من حوله ينفخون فيه حتى يطير، ويستمر النفخ حتى يطير، ثم يعلو الرجل فينظر بعد ذلك من هذا العلو إلى أولئك على أنهم جرذان، أو على أنهم جراثيم أو صراصير أو نمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالبشر هم الذين يصنعون الآلهة الكاذبة المدعاة. ما أروع قولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى الخلافة، حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الله الله الله. فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، الصديق بيقول كده: الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله. والقوي فيكم والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، إلى آخر كلماته الرقراقة المنيرة. نعم، كنت أريد طرحا إعلاميا مكثفا لمناقشة مواد الدستور المعدلة، لأن الأمر الوقت كان ضيقا جدا وأنا أعترف بذلك، ولم يستوعب كثير من إخواننا، بل حتى من شبابنا المثقف لم يستوعب كثير من شبابنا هذه التعديلات وما معناها وما حقيقتها. فكنت أريد أن تطول مدة النقاش وأن يثور نقاش إعلامي واسع يستضيف فيه الإعلاميون في كل البرامج أو في جل البرامج المتخصصين في الدستور وفقهاء القانون ليبينوا، وأن يقولوا نعم لماذا ومن يقول لا لماذا، وأن يتركوا بعد ذلك الشعب الذكي الأبي يقارن ويختار. فشعبنا بفضل الله تبارك وتعالى ليس يعني هينا. على أي حال، احنا بنتكلم الآن عن واقع من باب تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. أحث المجتمع على أن يشارك في هذا الاستفتاء بنعم، للأسباب التالية: أولا، عدم تعرض التعديلات الجديدة للمادة الثانية من مواد الدستور، ونؤكد كما ذكرت حرصنا على عدم المساس بها في أي دستور جديد يوضع للبلاد. ثانيا، ألغت التعديلات الجديدة المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأنتم تعلمون أن هذه المادة يعني أذلت البلاد والعباد، وقيدت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تقييدا شديدا جدا، وكانت يعني سيفا مسلطا على رقاب كل من يتحرك لدين الله تبارك وتعالى بدعوى مكافحة الإرهاب. ثالثا، جددت التعديلات الجديدة مدة حكم رئيس الجمهورية بمدتين فقط، لكل مدة 4 سنوات، وهذا بلا شك
يعتبر نقطة إيجابية جدا مقارنة بالوضع السابق الحزين المؤلم الذي كان ينص على مدد غير محددة، وقد عدلت هذه المادة لتكون مدد غير محددة، وهذا يؤدي بلا شك كما رأينا إلى القهر والاستبداد والتسلط والتحكم، وأن تكون السلطة يعني سلطة ديكتاتورية مركزة في يد رئيس الجمهورية. رابعا، اشتملت التعديلات على ضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ولشفافيتها ونزاهتها، واختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة أعضاء مجلس الشعب، وإلزام رئيس الدولة بتعيين نائب له، ووجوب عرض إعلان رئيس الدولة حالة الطوارئ إن أراد أن يعلنها على مجلس الشعب خلال 7 أيام، وألا تتجدد حالة الطوارئ أبدا إلا لمدة 7 أشهر إلا باستفتاء الشعب. رابعا، سمحت التعديلات الجديدة للمستقلين الترشح لرئاسة الجمهورية بشروط مقبولة وليست تعجيزية. الشروط الأولى للترشح كانت تعجيزية جدا، إنما الشروط الجديدة مقبولة بل وميسرة جدا. خامسا، سنقول نعم بإذن الله تعالى حتى تنتقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حكومة يختارها الشعب من خلال نوابه في انتخابات حرة وصادقة وشفافة ونزيهة بإشراف قضائي كامل بلا بلطجة ولا تزوير ولا إجرام ولا إرغام. سادسا، نقول نعم لأن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام وعدت بأنه في خلال 6 أشهر سيوضع دستور جديد، وهذا يحتاج إلى وقت، ولا يمكن أبدا أن يصاغ دستور جديد كامل كما كنت أريد في المدة المتبقية اللي حوالي تقريبا 4 شهور ونصف. سابعا، نقدر جدا لإخواننا الذين يقولون لا، أقدر لهم غيرتهم وأقدر لهم طرحهم، ولا يجوز أبدا أن نشكك أو أن يشكك أحد في اختيار الآخر، لا يجوز أن يشكك أحد في اختيار الآخر أبدا، ولا في إخلاصه ولا في حرصه في اجتهاده ولا في حرصه على مصلحة البلد. ولكن أيها الأفاضل، بعد المشورة مع أهل العلم ممن ذكرت أسماءهم ومع أهل القانون أيضا من خبراء وفقهاء القانون والدستور، رأينا أن الرأي الأرجح لبلدنا في هذه المرحلة من باب تحقيق بعض المصالح ودرء مفاسد أعظم، رأينا أن الرأي الأرجح هو أن نقول للتعديلات نعم، لتحقيق بعض المصالح ولتعطيل بعض المفاسد، وهذا إن شاء الله تعالى يحقق المصلحة الأرجح لبلدنا. هذه كلمات كان من الواجب أن أبينها، فلا يجوز أبدا أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها وحاجاتها في جانب آخر. المهم أن تكون إيجابيا وألا تكون سلبيا، وهذا موضوع الخطبة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في دمياط. كن إيجابيا ولا تكن سلبيا. لأؤكد أيضا على هذه المعاني مدعما قولي من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أرجو من إخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا أن يشاركوا وأن يكونوا إيجابيين، وأن يتناسوا المرحلة القديمة التي كنا نحن نقول لهم لا تذهبوا ولا تدلوا بأصواتكم فاللعبة محسومة والقضية معروفة، لكننا الآن نقول لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا لا تكن سلبيا، صوتك أمانة، صوتك الآن أمانة، لأننا على علم بإذن الله تبارك وتعالى أن الصوت سيؤثر تأثيرا حقيقيا ولن يداس عليه بالأحذية. فصوت مهما كان تصويتك، هذا ما اخترناه مع بعض أهل العلم وأهل القانون. إن رأيت أن تصوت بلا فصوت، عبر عن رأيك، المهم أن تكون إيجابيا وألا تكون سلبيا. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، وأسأل الله أن يجنبنا الفتن وأن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها ما بطن،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمن بلاد الحرمين وأمن بلاد البحرين وأمن ليبيا وأمن اليمن، وأسأل الله أن يؤمن جميع المسلمين في أوطانهم وأن يحقن دماءهم في كل بقعة من بقاع الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.